السلام. بغيت نسولك اختي اكرام علاش تقدر تختار في كورنيت؟ اول حاجه كيدي كورنيت كيدي مكناس. اول حاجه كورنيت هي مكناس، وهذه شي حاجه اللي كبرنا معاها، والقهوه يعني المشهوره عندنا في مكناس وقاعده فيها زوينه، وبي لانيماسيون زوينه، وهادشي اللي كاين. باش كنافسها المغرب وان شاء الله غتكون لكم مباراه هي مباراه تسكريه المنتخب الوطني المغربي، شحال كتوقع التصويت؟ 10. لا لا، كنتوقع 3-1 ان شاء الله. وخرج واحد القرار ديال الكراكي في التوقيت ديالو، اخبارك هذه المعلومه هذه؟ عاد قالوها لي دابا شي شويه. هاد الشيء اللي كان كيعني شي حاجه كيعني انهم خايفين منه وخايفين منا اون جينيرال، وخا غادي يوقفوا ركراكي معانا، وركراكي اصلا عاطي يعني تعليماته ووليداته معلمين منه، سواء كان ولا ما كانش كاين معاهم بالروح وبالقلب، وسير على الله ان شاء الله رابحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رايك فيما يخص القرار ديال توقيف الوطن الوطني للكراكي؟ كان قرار في الحقيقة ظالم المدرب ديالنا المنتخب، لأن يعني هو في غنى عن التعريف عن الأخلاق ديالو، لأننا باش نقدروا نديروا تصريحات حنا عليه. رجل طيب، عطى حماس للمواطنين باش يتبعوا الفريق الوطني، مشى بينا لواحد حققنا واحد الاحلام اللي هي كانت عندنا ديما غير احلام، يعني ما عمرها كانت غتقدر تكون واحد الناريات كنا كنقولوا تقدر تكون حقيقه، وصلنا لها الحمد لله. ولكن هذا الشيء هذا كان ما ياثرش علينا، لان هذا حنا عارفين غير تصفيه حسابات سياسيه، ان بعض الاعداء اللي هما ضد النجاح ديال المغرب وديال الطموح ديال المغرب والاهداف ديال المغرب غادي يبغيو ديما يكون عندك العراقيل، كما قال جلاله الملك اللهم كثر حسادنا. نتمنى الرد المغربي يكون قاسي ويكون الفوز بالبطوله ان شاء الله بحول الله. هذا ان شاء الله بدون شك ان شاء الله غادي نوصلوا ان شاء الله لهذه النتيجه هذه، لان حنا كنثيقوا في ذاك الشخص رغم انهم حاولوا باش يهرسوا ذاك القوه اللي عند المنتخب الوطني، ولكن ان شاء الله الهدف غنوصلوا ليه باش ما كان ان شاء الله بحول الله.